بما اننا في الشتاء وقريبنا بيشتكي من برودة الاطراف الشديد وبالاخص صوابع الرجل، وبيختلط علينا الامر ان كان برودة الاطراف دي شيء طبيعي بسبب سائعة الجو ولا برودة الاطراف دي بسبب مرضي ومتطلب ان انا اروح اكشف واخد ليها علاج عشان اتخلص من برودة الاطراف. فعشان كده النهارده هنتكلم عن برودة الاطراف ونعرف ان كانت هي بسبب شيء طبيعي وعلاجها ايه وازاي تتخلص منها نهائي، ولو كانت برودة الاطراف دي بسبب مرضي وايه هو المرض المشكلة وبرضه ازاي تتخلص منها وتعالجها. فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الجسم بيديلك علامات معينة وقت ما يكون في مشاكل جوه، وده من رحمة ربنا بينا، ومن العلامات دي هي برودة الاطراف. بس قبل ما نقول ايه هي اسباب برودة الاطراف وازاي اصلا برودة الاطراف دي بتحصل، بص يا سيدي، الجسم ربنا مهيئه بشكل حكيم بحيث ان ليه اولويات، ومن اولوياته دي انه يحافظ على اجزاء معينة اهم من باقي الاجزاء. يعني هو لازم يحافظ على الكبد والكلى والقلب والرئة اكتر من اي جزء تاني، لان هم دول اللي بيديله الحياة او بيخلوه يستمر ان هو عايش. فعشان كده هو من اولوياته انه يحافظ عليها. فمع وجود اي سقعه او جو برد يبدا يقلل الدم اللي رايح للاطراف ويروح يوفرها للاجزاء المهمه دي زي اللي قلنا عليهم من شويه. فبالتالي اي شويه سقعه اول ما بيحصلوا بتلاقي ان الاطراف سجعت عشان ان الشرايين والاورده اللي في المنطقه في الاطراف ضاقت شويه، والدم مع سريانه هو اللي بيدي التدفئه للمنطقه اللي بيمشي فيها. عشان كده مثلا الواحد لما يتوفاه الله بتلاقي ان جسمه بقى ساجع عشان الدم جوه الجسم خلاص بطل يمشي زي الاول. نرجع للموضوع ده اللي بيحصل بشكل طبيعي او رد فعل طبيعي للجسم، ان هو لما بيكون في شويه سجع حصلت او شويه برد يبدا الجسم يقلل كميه الدم اللي رايحه للاطراف ويروح يوديها للمناطق المهمه، فبالتالي بتحس ببروده الاطراف، وده شيء طبيعي جدا جدا ورد فعل طبيعي للجسم. طب ايه هو اللي مش طبيعي في بروده الاطراف، او ايه هو الامراض اللي ممكن بسببها يحصل بروده الاطراف؟ وعلى فكره الامراض دي ممكن تخلي الاطراف ساقعه سواء في الشتاء او في الصيف، مش بيتفرق جدا ما بين بروده الجو. بس من اهم الامراض دي او من اهم الاسباب دي اول حاجه فيهم الانيميا. الانيميا دي معناها ان كميه الهيموجلوبين اللي جوه الدم قلت، والهيموجلوبين ده هو اللي بيمسك التغذيه والاكسجين ويركب على كرات الدم الحمراء ويروح يوزعها لكل الجسم. او ممكن برضه نقص كميه لترات الدم جوه الجسم، يعني مثلا لو معاك جزازه 5 لتر ونقصت منهم نص لتر هو ده اللي بيحصل برضه بيسبب الانيميا. وليها اسباب كتير جدا سواء النزيف او سواء نقص كميه الحديد او غيره، وده كلها من اسباب الانيميا مش هنتطرق ونتكلم فيها. بس برضه مع بروده الاطراف اللي ناتجه عن الانيميا بيبقى فيه اعراض ثانيه زي شحوب الجلد وعدم التركيز والصداع وغيرها اعراض ثانيه كتير جدا. وعلى فكره لو حد عنده انيميا بيكون شتاء او صيف بيكون عنده الاطراف دي بارده شويه. وعشان تعرف اكتر عن الانيميا وايه علاجها وبرضه ايه باقي الاعراض بتاعتها وايه اسبابها هتلاقي فيديو ظهر لك في علامه الاي اللي فوق هنا، هسيبه لك برده في الديسكريبشن تحت، هتشوفه هتعرف كل حاجه عن الانيميا وازاي تعالجها. تاني مشكله اللي هي الغده الدرقيه. مشاكل الغده الدرقيه بسبب ان هرموناتها قلت بتسبب حاله مرضيه اسمها هايبوثيروديزم، والهايبوثيروديزم دي بيكون من ضمن اعراضها اللي هو بروده الاطراف، ولكن معاها اعراض ثانيه زي الكسل والخمول وزياده في وزن الجسم. دي كلها برده من اعراض النقص الهرمونات في الغده الدرقيه. ثالث سبب متلازمه مخرج الصدر. متلازمه مخرج الصدر دي ببساطه ان في شريان او عصب اتخنق في المنطقه دي، هنا بيمر عصب وشريان بيغذوا الجلد. لما بيتخنق سواء بسبب ان العضلات دايسه عليه او بسبب ان في نتوء عظمي زياده ظهر، زي ان الفقره السابعه لو النقيه هنا بيحصل فيها ان العظم بتاعها بيكون عظم زياده ويروح دايس على الشريان او دايس على العصب اللي بيغذي الايد. يكون من اعراض اللي هو بروده في الاطراف وفي تنميل وفي شكشكه وفي الم، بس مش اي تنميل او اي شكشكه بيحصل في اليد يبقى لازم هي متلازمه مخرج الصدر. في اسباب ثانيه كتير. رابع سبب مرض الرينويد. ومرض الرينويد ده بكل بساطه ان الشرايين الاورده اللي موجوده في الاطراف حجمها صغر عن الاول، وده بسبب البرد او القلق والتوتر. بيكون برضو من اعراضها المصاحبه ليها ان لون الجلد اتغير وتحول للون الابيض او تحول من اللون الابيض للون الازرق، ده بسبب ان كميه الدم اللي وصل للاطراف قل جدا عن المعدل الطبيعي بتاعها. وبتكون المشكله دي اكتر في الستات عنها في الرجاله، 1-0 للرجاله. وكمان ساعات بتكون كشكل او مرض مصاحب لمشكله ثانيه جوه الجسم، يعني مثلا زي مرض الروماتيزم وقت ما يكون موجود ممكن يكون معاها رينويد. خامس سبب وده اكثرهم شهره وانتشار واللي هو تصلب الشرايين. من شويه قلنا ان الشرايين الاورده هي اللي بتوصل الدم للاطراف. الشرايين دي تقدر تشبهها بانبوبه او خرطوم، ربنا جاعلها بشكل ومواصفات معينه عشان توصل الدم للاطراف. وقت ما الشرايين دي تضيق بسبب التدخين وبسبب السمنه ده كله بيأثر على جريان الدم في الاطراف، فبتقل كميه الدم اللي رايحه لهم ويكون معاها ضغط دم مرتفع وكمان بروده في الاطراف. فدي من اكتر المشاكل اللي ممكن اي حد يشوفها. بس مش مشكله معانا وده بتخص مرض السكري. الناس اللي بتعاني من مرض السكري والمرض ده تطور عندهم، يعني ليهم فتره كبيره بيعانوا من مرض السكري ومش عارفين يظبطوا السكر عندهم، بتلاقي في مشاكل كتيره ظهرت مع مرض السكر. يعني بتلاقي ان في بروده في الاطراف وتنميل وكمان مشكله في الاعصاب اللي بتغذي الاطراف، بيكون
بيكون فيها مشكله، فممكن ساعات كمان بتلاقي ان الاحساس تاثر عندهم في الاطراف، وممكن تتطور الامر للقدم السكري وغيره. بس ده بيكون واضح اكتر في الناس اللي مش متحكمه في السكر بتاعها دايما عالي، فعشان كده لو السكر ما كانش متظبط دي هتكون واضحه جدا جدا عندهم. طب دلوقتي احنا عرفنا الاسباب، ايه هو العلاج؟ العلاج بيكون على حسب الحال، يعني لو كانت بروده الاطراف ده بسبب طبيعي، لو بسبب البرد والجو الساقعه وانت مش مدفي نفسك كويس، يبقى العلاج ده امره سهل وهين خالص. اول حاجه مثلا انت لو بتشرب حاجه او ماسك كوبايه سخنه او مج سخن، حاول تمسكه لفتره زمنيه على طول تستمتع بالحراره بتاعته عشان بس تدفي نفسك، او تلبس شرابك او تلبس لكلوكك او تلبس جوانتي، او على الاقل تفرك يدك في بعض عشان بس تزود الحراره والتدفئه لنفسك، عشان يبدا الدم يتوزع بشكل طبيعي تاني من كل الجسم يروح للاطراف، وتبدا جسمك يكون دافئ والاطراف تكون اخف في السقعه. طب لو كان السبب مش طبيعي يبقى نعالج السبب المرضي، يعني لو كان السبب هو الانيميا بعد ما انت اتاكدت وعملت تحاليلك وعملت صوره دم كامله عشان تتاكد انك انت بتعاني من انيميا، يبقى الحل بتاعها انك تروح تاخد ادويه اللي بتزود مستوى الحديد في الجسم، تتجه للاكل اللي بيديك برضه كميه حديد كبيره زي الكبده والسبانخ وغيرها كتير. طيب لو المشكله في الغده تروح برضه تعمل تحليل وظائف للغده وتشوف الهرمونات بتاعتها، لو هرموناتها مظبوطه يبقى المشكله مش في الغده، لو في نقص او زياده في الهرمونات يبقى المشكله نابعه من الغده، ومع علاجك للغده بالادويه بتاعتها بروده الاطراف بتنتهي تماما وبشكل سريع. طيب لو مشكله متلازمه مخرج الصدر قدامك عشان تحل المشكله دي حلين. الحل الاول وده لو كانت هي العضلات المشكله وضغطه على الشريان اللي بيغذي الدراع، فيكون حلها مع العلاج الطبيعي، وده امر سهل جدا، تاخد فتره مع العلاج الطبيعي والشد ده بينتهي وبترجع اطرافك مفيش فيها بروده وبترجع مفيش الم و100 فل و10 زي الاول واحسن. طب لو كانت المشكله بسبب ان في نتوء عظمي زياده تتكون في الفقره السابعه، لا هنا بيكون الحل بتاعها هو الحل الجراحي، اننا بنستأصل الجزء الزياده في العظم ده، بالتالي اول ما بيروح الضغط اللي موجود على الشريان برضه بتتحسن حالتك بشكل سريع جدا، بينتهي بروده الاطراف والالم والتنميل. وهنزل لكم فيديو قريب ان شاء الله عن علاجها بالكامل وازاي تتخلص من متلازمه مخرج الصدر. لو كان السبب هو مرض الرينويد يبقى على قدر المستطاع تبعد عن القلق والتوتر، كذلك الامر لو اي مشكله مصاحبه في الجسم زي الضغط او السكر او الروماتويد لازم تظبط المشاكل دي وتعالجهم عشان بس مرض الرينويد كمان يتعالج وكمان بروده الاطراف دي تنتهي. لو انما بقى لو كان مشكلتك هي تصلب الشرايين يبقى علاجها في كلمتين: تغذيه وتمارين، بمعنى تاني هيلث لايف ستايل. بدون كده انت كده مش بتتعالج، حتى لو بتاخد ادويه كتير للمشكله دي ما زالت المشكله قائمه عندك ما اتحلتش. يعني لو سبت سجايرك وشيشتك ونزلت من وزنك شويه وخليت رياضتك هي المشي، كده انت ساعدت نفسك بحاجه كبيره جدا جدا، لانك انت هتلاقي تحسن بيهم شديد جدا جدا في حياتك، هتلاقي نفسك بقى احسن وكمان اطرافك بطلت تبقى ساقعه زي الاول، وكمان صحتك بقت احسن. وده مش كلام جزافي، ده كلام من ارض الواقع وليه اثبات علمي كبير جدا انك لو مشيت بالشكل ده انك هتحسن من صحتك بشكل كويس جدا جدا جدا. طيب لو كانت مشكلتك هي مرض السكري، حلك في 3 كلمات: هو تغذيتك ورياضتك وسكرك. وقت ما بتظبط تغذيتك وتبعد عن الحاجات اللي بتعلي من مستوى السكر بشكل كبير كده انت تحكمت في السكر من ناحيه، كذلك الامر لو خليت رياضتك هي المشي بس كده انت تحكمت في السكر من ناحيه ثانيه، يعني انت تحكمت في سكرك من كل الجهات. وقت ما انت تتحكم في ال3 دول اللي هو التغذيه والتمارين بتاعتك او حياتك عامه وكمان السكر، كده انت مش هتعاني من اي مشكله ممكن يسببها لك مرض السكري على فتره بعيده من الزمن، زي سواء قدم السكري او التنميل او شكشكه الاطراف او حتى نقص الاحساس في الاطراف، كمان بروده الاطراف، ودي المشكله اللي بنحكي عنها النهارده. فانت لما بتظبط من مستوى السكر بتاعك انت تفاديت اي مشكله ممكن يجيبها لك مرض السكري. لو عايز تعرف اكتر عن مرض السكري وعلاجه والمشاكل المترتبه عليه هتلاقي هنا في القناه فيديوهات كتير، خد لك لفه فيها وهتعرف المفيد. في النهايه بروده الاطراف دي ما هي الا عرض، وده من رحمه ربنا علينا ان بيخلي الجسم يدينا تحذيرات مسبقه ان في مشاكل جوانا، فاسمع جسمك بيقول لك ايه. وبس كده ده فيديو النهارده، ما تنساش تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه، كمان لايكك والشير والسبسكرايب لاول مره تشوفني. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.